الرجال نايم على فراشه وجو يصحونه لصلاة الفجر، ما صحى، يقلبونه يمين يسار، يتحسسون انفسه الرجال ميت. أخوه عبد الرحمن راح للمسجد وصلى معهم صلاة الفجر، ثم قال للجماعة وقال الإمام كان اسمه علي الصالح، قال له: يا جماعة الخير، ترى أخوي سلامة يطلبكم الحل، يعني توفى الله يرحمه. طبعا تفاجأوا الجماعة واستغربوا، يعني الرجال ما يعاني من شيء. ذكروا والله واسترجعوا، ثم علموا واحد من الجماعة أنكم روحوا وجهزوا القبر لسلامة. علي الصالح الإمام لما رجع لبيتهم شافته أمه، قالت: وراك يا ولدي انك متكدر، ايش فيك؟ قال: والله يا يمه سلامة الزيت يطلب الحل، توفى. قالت: لا اله الا الله، يا ولدي انا شايفته في المنام اليوم، شايفته يهدي ولد عمه صينية فيها بيالات وفناجيل ويعني اواني. فقال: سبحان الله. المهم رجع علي الصالح للجماعة في صلاة الظهر وقال لهم، قال: يا جماعة الخير، الوالدة شافت رؤية في سلامة. فقال واحد من الموجودين، قال له محمد المشاري: يا جماعة الخير، خلنا نعبر الرؤية. أروح الواحد قال له حسين يعبر الرؤى. وفعلا انطلق محمد المشاري لحسين هذا: السلام عليكم يا حسين، وشلونك، عساك طيب، سم وش عندك؟ قال: والله عندي رؤية ودي انك تعبرها. هذه أم الإمام علي الصالح رأت رؤيا في سلامة إنه يهدي ولد عمه. قال: إن صدقت الرؤيا فترى سلامة ما مات. تعبير الرؤيا إنه ما مات، تحسسوه، تأكدوا منه. وفعلا أخذوا طبيب معهم، طبيب شعبي طبعا، وراحوا لسلامة، وفعلا تحسسوا، وإذا الرجال فيه عرق ينبض، وإذا الرجال ما مات. يعني في الحقيقة جاه إغماء، جته غيبوبة، خلاصة الكلام يومين وصحى سلامة. هذا سلامة يا جماعة الخير عاش بعد هذه الحادثة 40 سنة، والله سبحانه وتعالى رزقه من الأولاد والبنات. العجيب في القصة إنه لما خرج خبر وفاته، فيه عجوز من أقربائهم صرخت وبكت وقالت: مات سلامة، مات سلامة. هذه العجوز هي اللي دفنت في قبر سلامة اللي حفروه الجماعة لما ظنوا إن سلامة ميت. الله سبحانه وتعالى له مقادير. سبحان الله، لو لم ترى هذه المرأة هذه الرؤية ممكن يكونون أخذوا سلامة وغسلوه وكفنوه ودفنوه، لكن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، ولكل أجل كتاب. اللي الله سبحانه وتعالى ما كتب له يموت ولا يتأذى، والله لو تجتمع كل المخلوقات على أذيته ما آذته ولا لمست شعره في رأسه.